بسم الله الرحمن الرحيم. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا. فكل من صلى ركعتين بعد إسباغ الوضوء وأتمهما وخشع فيهما لله ودعا الله سبحانه وتعالى وكان أهلا لأن يجيب الله دعائه استجاب الله دعاءه، فالأفضل الاقتصار على هذا. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة دعاء مخصوص ليرد الله عليه بصره. وهناك أحاديث تكلمت عن أدعية معينة وعدد معين من الركعات، لكنها ليست صحيحة، ويجب أن تعلم أن العبرة ليست بأشكال معينة أو عدد معين من الصلوات، ولكن العبرة أن يكون المسلم أهلا لإجابة الدعاء، وذلك يكون بالالتزام الطاعة وترك المعصية. يقول الشيخ عطية صقر رحمه الله تعالى: قضاء الحاجة وبخاصة حاجة الدنيا له وسيلتين: الأولى طاعة الله بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، فهي في حد ذاتها إن قبلت قضي الله بها ما يتمناه المؤمن من خير. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وفي الحديث: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. والوسيلة الثانية هي الدعاء بشروطه وآدابه التي من أهمها الخشوع والإخلاص والبعد عن الحرام. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وفي الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وهناك حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وهم في الغار فدعوا ربهم بصالح أعمالهم فنجاهم الله، وهاتان الوسيلتان مؤكدتان لا خلاف فيهما. والدعاء لابد أن يكون بتضرع وحضور ذهن، فقبول الصلاة والدعاء وترتب آثارهما مرتبط بذلك. قال تعالى بعد ذكر أيوب وذي النون وزكريا ودعائهم الذي استجاب الله لهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والمسارعة في الخيرات تستلزم الطاعة والحرص عليها والتسابق إليها والبعد عن كل ما حرم الله، وبالتالي لا تقبل صلاة الاستخارة ولا دعاءها من المقصر في حق الله، ولا يعرفه إلا عندما يحتاج إليه ليعرفه المشروع الذي يقدم عليه إن كان خيرا أو شرا. ومن المقرر أن اللقمة من الحرام في بطن الإنسان تمنع قبول الدعاء كما صح في حديث رواه مسلم. وقد روى أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا. والناظر في الحديث يرى أن قضاء الحاجة وسيلته عمل صالح وهو صلاة الركعتين، وكذلك الدعاء والسؤال، وأن قضاء الحاجة قد يكون معجلا وقد يكون مؤخرا، فينبغي عدم التعجل. ففي الحديث: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقد يصرف الله بالدعاء من السوء ويكون خيرا من الشيء الذي دعا به الداعي كما روي في الحديث. هناك حديث عثمان بن حنيف الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح كما رواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه أن رجلا أعمى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له الله ليكشف له عن بصره، فعلمه أن يقول بعد الوضوء صلاة ركعتين: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه إلى ربي بك أن يكشف لي عن بصري، اللهم شفعه
له فيه وشفعني في نفسي، فرجع وقد كشف الله عن بصره. وعلمها عثمان لرجل كانت له حاجة عند عثمان بن عفان، وذكر اسم حاجته حين الدعاء فقضى الله له حاجته. وهناك دعاء آخر بعد صلاة الركعتين والثناء على الله والصلاة على رسوله، وهو لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ومع أن هذا الدعاء طيب إلى أن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلام، ويمكن الرجوع إلى أدعية أخرى في كتب الحديث كالترغيب والترهيب للمنذري والأذكار النووي. إن الله سبحانه هو خالقنا والمنعم علينا، لا نعبد إلا إياه ولا نستعين بأحد سواه، وقد أمرنا أن ندعوه ليحقق مطالبنا، ووعدنا بالإجابة كما قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وللدعاء أوقات وأماكن يكون فيها أقرب إلى الاستجابة، ومنها وقت السجود في الصلاة، كما صح في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاكثروا من الدعاء. إن الله سبحانه هو خالقنا والمنعم علينا، لا نعبد إلا إياه ولا نستعين بأحد سواه، وقد أمرنا أن ندعوه ليحقق مطلبنا، ووعدنا بالإجابة، كما قال سبحانه: ومن الخير أن نقدم للدعاء بعمل صالح كصدقة أو صلاة، كما دعا أصحاب الغار ربهم بصالح أعمالهم ففرج عنهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما رواه أحمد: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما يسأل معجلا أو مؤخرا. وفي حديث عثمان بن حنيف أن الرسول قال للأعمى الذي طلب منه أن يدعو الله ليكشف عن بصره: انطلق فتوضأ ثم صل ركعتين، وعلمه الدعاء الذي يدعو الله به. وقد رويت أحاديث في كيفية صلاة الحاجة تتناقض مع الأحاديث الصحيحة، منها حديث ابن مسعود الذي جاء في صلاة 12 ركعة يقرأ في السجود فاتحة الكتاب 7 مرات وآية الكرسي 7 مرات مع ذكر ودعاء. وقد جرب الناس هذه الصلاة فوجدوها حقا، والنظر في هذا الحديث يجده متعارضا مع النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. فقد روي مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقامن بفتح القاف وكسر الميم أن يستجاب لكم. روي مسلم وغيره. أيضا عن علي رضي الله عنه قوله: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. يقول الشوكاني: هذا النهي يدل على تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود، وفي بطلان الصلاة بذلك خلاف. وما دام الحديث الصحيح ينهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فهو مقدم على حديث صلاة الحاجة الذي تقدم ذكره عن ابن مسعود. وقال الحاكم الذي رواه: تفرد به عامر وهو ثقة مأمون. يقول الحافظ المنذري: أما عامر فهو النيسابوري. قال شيخنا الحافظ أبو الحسن: كان صاحب مناكير، وقد تفرد به عن عمر بن مهدي وحده فيما أعلم، والاعتماد في مثل هذا على التجربة لا على الإسناد. بعد هذا ننصح بالتثبيت مما يعبد الإنسان به ربه، وعدم الجري وراء أي شيء أن فيه تحقيق رغبته، فالله لا يعبد إلا بما شرع، ولا يطلب ما عنده إلا بما صح في القرآن والسنة، وهو كثير.